مساء الفل، ايه الاخبار؟ النهارده معانا حلقه جديده من زي كاست. هنتكلم فيها عن صناعه العطور في مصر وفي الوطن العربي، وايه الفرق بين براندات العطور اللي بدات تنتشر، وايه الفرق بين العطور المحاكاه والاوريجينال كرييشن والتركيب وما الى ذلك. الحلقه دي برعايه ايجورز، ودي شركه مصريه متخصصه في التدريب والاستشارات والاكوزيشن، ومالكه لعده براندات على الارض زي فورت داش، سيفيلا، طبار وغيرها من البراندات. النهارده احنا معانا ضيف يعتبر هاوي للعطور من زمن، ودخل الاندستري من فترة مش كبيرة ومش قليلة، وليه تجارب كتير على الأرض، وخاض معارك تقيلة ومشاكل مع الموردين ومع العملاء ومع كل حاجة. معانا أحمد مصطفى، الأونر لبراند ميزون عبد الرحمن. هيعرفنا بنفسه. إيه الأخبار؟ الحمد لله. ازيك يا محمود؟ عامل عامل إيه؟ ايه؟ الحمد لله. الحمد لله، كل عايزين بقى حاجه الناس الحمد لله. تعرف يعني مين أحمد مصطفى. اوكي، باختصار، انا احمد مصطفى، صاحب زي ما انت قلت صاحب براند ميزون عبد الرحمن. انا مش هاوي العطور، انا بعشق العطور بشكل تمام. كبير، حلو. تمام، من وانا صغير. ما هو ده ما كانش شغلي الاساسي اصلا. انا كنت شغال في اللوجيستكس وما زلت شغال في اللوجيستكس برضو. أم، الموضوع ابتدى باختصار يعني لا، ان احنا الاول عايزين نعرف مم. سنك قد ايه، خريج ايه، وازاي، ايه الشغلانات اللي اشتغلتها، وايه اللي اوكي، وصلك للعطور وهكذا. بص، انا سن 34 سنه، ان شاء الله. خريج كلية تجارة جامعة القاهرة. حلو. طول عمري شغال في اللوجيستكس، يعني اتخرجت اشتغلت في اللوجيستكس ودي شغلانتي طول عمرها، شغلانتي الأساسية يعني. أه... الموضوع ابتدى من العطور يعني. وانا صغير كان دايما والدي بعد ما بياخد دش كده وهو رايح الشغل الصبح بدري في الأجازة، كنت اشم دايما كده ايه نسيم ريحة حلوة قوي، تمام. فده زي ما تقول خلق في عقل اللاواعي عندي ان انا دايما الانسان المفروض تكون ريحته حلوة كده ويونيك ومختلفة وكده. وفي نفس الوقت برضو عندي عمامي عايشين في ألمانيا، وكان لما يجوا مصر كان دايما بيبقى سايب البالتو بتاعه كده، فكان بيبقى البالتو كده حاجة فرو كده بتبقى تمام. ريحته تحفة، فاهم. فبقيت حسيت لا ان ده في عالم جميل يعني. فدايما كنت بقى زي بداية اي حد بيحب في العطور، يعني انت فاهم الموضوع ده، بيسرق بقى الازازة من ورا والده ويخش يخلص ربع الازازة الكلام ده كله. فموضوع العطور ده تقريبا من وانا عندي حوالي 7 8 سنين وانا بستخدم عطور وبحب العطور جدا يعني. طيب، اللي خلاك يعني خلاص تعمل شيفت كارير، وانا هدور بقى ان انا اروح اطلع بالبراند بتاعي. بص، هو الموضوع من زمان قوي. طبعا كلنا معروف يعني، كلنا ابتدينا بالعطور التركيب والامور دي كلها وكده. فلحد ما حصل موقف، يعني انا عمري ما انساه. كان شخص يعني كان معاه ازازه شانيل الور اوم اكستريم. حلو. فالمهم انا كان معايا او كان جايالي ازازه اللي هي الور اوم العاديه في 2010، كانت لسه نازله، فكانت جات لي هديه. فانا شميتها في الاول، بالنسبه لي مجرد ريحه ليمون، ريحه حلوه كل حاجه، بس ريحه ما فيهاش اي نوع من انواع التعقيد والكلام ده كله. فالمهم فالشخص اللي كان معاه الالور اوم اكستريم ده رشلي على ايدي. الاوبننج بتاعها كان شبه الور اوم العاديه، مفيش فيها اي اختلاف. حسيت ان مش مختلف او حاجه زي كده. المهم سيبته وركبت العربيه بتاعتي والتكييف كان شغال، فحسيت ان في زي نسيم جميل جدا، انا مش عارف سببه ايه. المهم قعدت افكر، قعدت احاول ادور على سبب الريحه دي، اكتشفت ان هو الالور اوم اكستريم ده. حلو. فحسيت ايه ده لا ده في بقى عالم مختلف بقى من موضوع تدرج النوتات والامور دي كلها. فدي حاجة خلتني ان انا ابقى عايز ان انا اجرب عطور اكتر، او ان انا يعني يبقى عندي شغف ان انا اشوف العالم ده فيه ايه. لاني حسيت بكمية سعادة مش طبيعية وانا بشم الريحة دي وانا مبسوط كده. فحسيت زي ما تقول بقى في ادمان ان انا عايز اجرب الريحة اللي بعدها تديني نفس الاحساس ده. المهم ابتديت اخش في موضوع او ابتدي اشتري من براندات محاكاة. طبعا كان منهم البراند بتاع حضرتك سيفيلا. تمام. تمام. فاكر اليوم ده فعلا. ايه، فاكر اول يوم. فاكر اول يوم كان دي كان بداية تعرفي بعالم المحاكاة يعني، كانت حلو في جدا. سيفيلا يعني. كان وقتها كان في بارباروسا كان بديل مجامير.
ده حقيقي. كان في ليتون ليتون. العيش. ليتون. لسه فاكر. ورشحت لي انت كان موسانا كان بديل مونتباكو، مونتباكو. اه. كانت صعبة، هي كانت حلوة جدا بس كانت تقيلة قوي، بس كانت يعني كانت حلوة جدا بصراحة. المهم يعني خلصت حكاية المحاكاة، فابتديت بقى في حكاية الأوريجينال. قلت بقى أجرب نفس العطور دي أوريجينال بقى. مم. تمام. فابتديت بتقسيمات من شخص عزيز عليا يعني، حذيفة. حلو. تمام. كنت بجيب منه تقسيمات، كان 10 مللي في 10 مللي مش عارف ايه الكلام ده كله. فعملت وقتها كان ايام الخير يعني، كانت التقسيمه عامله 100 جنيه ولا 200 جنيه حاجه زي كده. فكنت بطلب بقى تقسيمات كتير من عطور اوريجينال، وجربت كميه عطور لا حصر لها ولا عدد. تقسيمات تقسيمات تقسيمات. وبعد كده ابتديت اشتري ربع ازازه في نص ازازه في ازاز، سيلد مقفوله الكلام ده كله، فاهم. فسافرت اوروبا كذا مره، بقت لازم اروح البوتيك اقعد اجرب عطور كتير. فبقيت مجنون بالعالم ده، لحد بقى ما قلت طب يعني انا عندي ممكن علم بسيط شويه، فقلت حابب ان انا اقدم الموضوع بفلسفتي. فمن هنا بقى جه الموضوع يعني. يعني طيب، هو انت لقيت يعني لما قررت تنقل الموضوع لبيزنس، امم لقيت في اد فاليو او نقطة معينة فيها جاب في السوق خلتك ان انت تدخل السوق، ولا والله بقى انا بصرف فيلا سبوبة وندخل في البيزنس واشمعنى انا؟ لا لا خالص، بالعكس. انا كنت في ايفنت، كان في الايفنت حتى بتاع اوربيس، كان في حد يعني كان عرض عليا او ان انا يعني اعمل حاجه خاصه بيا او كده. فانا قلت له بص، لو انا ما حسيتش ان انا هقدم شيء مختلف، يبقى انا عمري ما هعمل حاجه زي كده. حلو جدا. شيء مختلف ان انت عارف طبعا العطور بقت اسعارها فلكية، انت فاهم يعني الموضوع ده. فكان نفسي اقدم حاجة فعلا تغني عن العطر الاصلي، يعني الى حد بشكل كبير ان هي تغني عن العطر الاصلي. حلو. بس فالفكرة كلها في إيه؟ ان انا عايز انقل تجربة العطر الاصلي، ان هو يبقى في محاكاة بسعر طبعا يعني يعني مناسب للجميع. هي الفكرة بإذن كلها الله. في بدايل، وفي ان انت في بدايل، في بدايل، وفي في ان انت بدايل. تقدم كواليتي وتطابق بالظبط، بسعر كويس. حقيقي. التطابق، هو التطابق، النقاء، التدرج، الحاجات دي كلها بالنسبة لي مهمة جدا. فكان لازم، دي أكتر حاجة كنت مركز عليها في ميزان عبد الرحمن. حلو جدا. طب ندخل بقى في سؤال مهم عشان الناس اللي بتشوفنا وهي اصلا يعني لسه ما تعرفش العالم ده عامل ازاي. مم. هي ايه عطور المحاكاة اصلا؟ عطور المحاكاة هو سؤال عام أوي يعني، بس عطور المحاكاة هي هي صناعة كبيرة. تمام. آه، إنك أنت بتحاول إنك أنت تجتهد إنك أنت تجيب أكتر درجة زيت تقارب العطر الأوريجينال بفلسفتك أنت الخاصة. في نفس الوقت انك انت تضيف قيمة على المنتج نفسه، من ناحية شكل العلبة، التغليف، الاوتومايزر، الغطا، الستيكر، الامور دي كلها، فاهم. الموضوع مش موضوع انك انت هتجيب زيت حلو وكحول وبيع، لا، ده في الموضوع ابعد من كده بكتير. لان انت بتتكلم في سلسلة كبيرة قوي، انت فاهم. انت من اول الازازة ما بيجي لك، سواق النقل ده ما بيجي لك، مش عارف الراجل اللي انت بتشتري منه الحاجات طب هو بتاعت هو انت شايف ان هي صناعة ولا سبوبة حلوة؟ لا طبعا صناعة، طبعا يعني صناعة مش طبعا. اي حد في البيت لا بقى صناعة. يلا بينا. لا لا صناعة طبعا، صناعة. وفي نفس الوقت لازم تكون مخلص ليها بشكل كبير. آم، طبعا الربح يعني اوكي، الربح مهم وكل حاجة، بس قبل ما تفكر في الربح، اول حاجة لازم تفكر فيها القيمة اللي انت هتقدمها للمنتج بتاعك ايه. لو مفيش قيمة او حسيت بصيت الموضوع ده سبوبة، لا مش هكمل يعني. مم. فانت يعني في حاجات معينة، في معايير معينة انت لازم تكون ماشي عليها. بيكون مثلا لو في باتش معين انت شغال بيه، لازم تفضل مستمر على الباتش ده، يعني تطوره وما تقلش منه. ما تلاقيتش مثلا خلاص اوكي انت تبتدي بقى انك انت زي ما في شركات عالمية كتير مثلا تلاقيهم بيخنصروا مثلا. بتحس ان البرفيوم اتعمل له اعادة صياغة والكلام ده كله. ده حقيقي. تمام. فالفكرة كلها انك انت بتبقى ماشي بجودة معينة انت مش عايز تقل عنها طيب هو مهما كانت الظروف. بمناسبة حكاية الباتشات وإعادة الصياغة مم. واللفظ اللي الناس بتسمعه في السوق اللي هو الجوكر، وإن اه. في كل شركة منزلة نفس الصنف ووارد يبقى حد أفضل فيها والكلام ده مم. كله. أنت إيه المعايير أو إزاي أصلا بتختار إن المنتج ده ينزل عندك، أو كمان ينزل من أنهي سبلاير أو من أنهي شركة يعني؟ إيه معيار السوق؟ هل مثلا كواليتي، سعر، تفرد، والله ده اللي سميل كويسة، أو البرفيوم ده مشهور أو مش مشهور،
ولا هو بقى بمزاج بقى اللي هو مم. ايه، انا عايز البرفيوم ده شايفه حلو هينزل؟ آه بص، هو طبعا بيبقى في وجهة نظر، ممكن تكون انت شايف ان البرفيوم ده مختلف ويونيك، والكلام ده كله ممكن انك انت تنزله عندك، وخصوصا ان هو كمان ممكن ما يكونش منتشر قوي. بس هي في حاجة انا بالنسبة لي انا معيار رقم واحد هو نقاء البرفان. حلو. ان يكون الزيت نفسه يكون النقاء بتاعه عامل ازاي. ده شيء بالنسبة لي لا تهاون فيه ما هو خالص. نقاء البرفان ما قبل النقاء، يعني انت اي برفيوم نقي هتجيبه؟ لا طبعا مش اي برفيوم نقي طبعا. هو الفكرة كلها في ايه بيبقى، لو انا هتكلم على ميزون عبد الرحمن، انا بالاخر بلعب في الحته السيف سايد، اللي هو العطور اللي هي ما تكونش معقده، اللي هي العطور اللي هي تكون ماس ابيل للناس. حلو. ما اقدرش ان انا مثلا الحاجات الدارك قوي، انت عارف بقى فرانشيسكا بقى والحاجات العطور دي طبعا هي محبينها طبعا، لهم كل الاحترام، بس دي بتبقى عايزه زي ما تقول انف متمرس، هو شم كل الروائح الحلوه اللي في الدنيا تمام، وفي نفس الوقت خلاص بقى هو بيدور على ريحه تكون مختلفه. لكن يونيك. لا، انا في ميزون عبد الرحمن هو ان احنا بنلعب على عطور آم، يعني تكون آمنة، يعني ماس ابيل، يعني يجي لك منها اطراءات تكون محبوبة للجميع وكل حاجة، وفي نفس الوقت تكون نقية بأداء محترم، وجودتها تكون عالية يعني. حلو جدا. طيب خلينا برضو يعني انا كواحد في السوق تمام. ممكن انقلك منظور ناس برضو يقول لك ايه، يا عم نقاء ايه؟ طب النقاء على عيني وعلى راسي، احنا اصلا يعني التراب حوالينا في كل مكان ومش عارف ايه والكلام ده كله. انا راجل شايف ان العميل بيفرق معاه السعر بس، او العميل اهم حاجه بتفرق معاه الاداء. الناس تقول لك انت اودو تواليت ولا اودو بارفام ولا اكستري، ده في ناس تدخل تقول لك حتى لو انت بتصنع انت تركيزك كام في المية. ده مم. سؤال بقى موجود ايوه يعني، ايوه فاهم. واكتسبوه منين؟ التركيب. لان انت التركيب اغلب محلات التركيب في ناس محترمه وفاهمه، وفي ناس تانية عشوائيه، اللي هو انت بتدخل تقول له لا انا هدفع فزود لي زيت، فبتلاقي تركيزات لحد 40 و45%. مم. فانت دلوقتي بالنسبه لوجهه نظرك في براندك، انت بتتكلم ان انا بختار حاجه ماس ابيلينج مم. وحاجه نقيه. اه بالظبط. طيب انا كواحد في السوق شايف ان العميل ما بيدورش على الماس ابيلينج او على النقاء، هو بيدور على تفرد وتميز و... وعايز اقول لك في عملاء بتدور على ان انا احط حاجه مميزه حتى لو قاتله. دي مم. حصلت قبل كده، انا فاكر عميل ريد توباكو. كلمنا. اه لا انا عايز حاجه مميزه وتخرب الدنيا. ايوه. اه احنا عندنا حاجات كده بس هي شتويه، حاجه دارك، مم. مش هتنفعك في الحر اللي انت فيه. انت المكان اللي انت شغال فيه تكييف؟ لا والله كلنا عرقانين، بس انا مش فارق معايا، المهم ان انا مشموم، مم. والفلوس بتبان قدام الناس، باين ايوه. ان انا رشش حاجه مم. عجباهم بقى مش عجباهم ففي ده وجهة نظر مم. عميل وارد جدا ان هو محتاج براند يحترم وجهة النظر دي وينزله بالكونسبت ده. فهل النقاء والماس بيلينج كده ده معيار ان انا يلا اختار المنتج ده يعني؟ ولا لو واحد بيقول لك لا انا هنزل عشان اقدم برفيوم اداء قوي، هو الكونسبت ان انا ابقى البراند المعروف ان انا اقوى اداء، خصوصا ان الناس كلها بتيجي تقول لك انا هدفع فلوس، لا ازاي مش فواح؟ مم. ازاي؟ طبعا ده مش محتاج اقول بقى فاهم فاهم انوف فاهم الناس عامله ازاي فاهم او فاهم مراخينهم. فاهم. لان في ناس بطبيعه حالها هي مش مراعيه ان انت، هو وارد يكون عادي خالص مشكله في مراخينه مش في البرفيوم، او فاهم في الاجواء اللي حواليه، في فاهم درجه الحراره، في حركته، هو خلاص فصل بلايند نوز الكلام ده فاهم. كله. فايه رايك في الناس اللي بتيجي تقول لك لا والله الكلام ده زي الفل على عيني وعلى راسي، بس انا لازم اداء، انا لو هبيع كريدا فينتوس او اليسيوم فوحانها ساعه اللي هو اصل الاوريجينال ربع ساعه اه ولا نص اه ساعه اه اه. بالوفات، مم. لا برضو العميل هيشتكي. تمام. بص، هي مدارس في الاول وفي الاخر، هي مدارس كل واحد بيبقى ليه الفلسفه بتاعته او المدرسه بتاعته ان هو يعملها، بس برضو مش معنى ان يكون البرفيوم نقي معنى كده ان هو يكون اداؤه ضعيف. لا يعني في عطور مثلا والله صيفي، يعني مثلا افتر نون سويم، لا يعني ما شاء الله ما بحطها مثلا ممكن لحد النهارده 3 ايام في التيشيرت تمام. حلو. فالفكره كلها في ايه، ان طب في ناس بيبقى هو تركيزها على الاداء بغض النظر عن الريحه ايه، ممكن يجيب لك يا باشا ريت. بالظبط. في مره عميل، عمري ما انسى الموقف ده، في ايربا جولد، احنا حلو. منزلين عندنا عطر ايربا جولد. في مره كان بيكلمني بيشتكي من موضوع الاداء، فهو كان بيقارن ايربا جولد بايه، بريد توباكو، أوب. وكنا في شهر 6. ده حقيقي. فانت يعني لا وغير كده كمان هو في عميل اصلا بيبني توقعات، ودي من الحاجات اللي اي حد بقى عايز يبدا في البيزنس مم. ده، دي نقطه مهمه جدا. في عميل بيبني توقعاته
على برفيوم واحد خده منك. يعني هو اه اول اوردر كان من عندك مثلا ايفنتوس اه او اليسيوم، اه هو جابها قعدت معاه ساعة وخلاص، انت كل العطور بتاعتك بتقعد ساعة. اه لكن اول اوردر جابه منك مثلا كان بلاك افغانو، اه ليه اداء قاتل، او مور ذان ووردز او ريد توباكو او ايا كان حاجة قوية، ليه اداء قاتل. انت كده كل عطورك هتبقى بالشكل ده. فهو اي برفيوم هيطلبه تاني هو هيقارن ده بده. بص عايز اقول لك على حاجه. هو مبدئيا لو احنا اتكلمنا في موضوع الساعه ده، فساعه ده لا قليل يعني، كثبات مم. على العطر نفسه قليل. لا، لا بتكلم على فوحان. بتتكلم على الفواحين. اه. الفواحين في المعدل الطبيعي، سواء في كل شركات المحاكاة، يعني بتتكلم في حوالي ساعتين مينيمم. حلو. المفروض يكون لا، في حاجات انت بتبقى اقل فاهم. شويه، في حاجة خصوصا بتبقى لو ركزت في النقاء. وخد في بالك انا هنا بكلمك من مم. وجهه نظر العميل. اه واحد عادي، واحد اصلا رش البرفيوم ونزل بس الشارع، كان بص، بيتمشى في مواصلات هي وفاهم الفكرة قصدي. عايز اقول لك على حاجة. المشكلة ان في ثقافة معينة كده، انا اطمح ان المراجعين العطور يبتدوا ان هم يركزوا عليها. بمعنى ايه؟ لكل مقام مقال. حلو. بمعنى ان انا رايح الجيم، ما ينفعش احط عود. بتحصل. تمام. رايح زحمة بقى وناس كده، مش الناس اللي هحط بترش سنتس عود بوكيه في رمضان او في في الصيف في الصيف. الفجر اه ابوس يعني ايديكم. فهو انا عايز اقول لك على حاجة. انا بالنسبة لي الفكرة كلها في ايه؟ البحر له عطور، حلو. الجيم له عطور، المناسبات لها عطور، الشغل له عطور. ده حلو. من نوع من انواع الادبيات، انك انت ما تفرضش ريحة تكون صعبة على الشخص اللي قدامك. وهو يعني حرام يعني، انت يعني ليه يعني؟ ارحموني. يعني انت فاهم. فهو ليه يعني؟ فهو الفكرة كلها في ايه؟ ان مثلا في لو هو عطر صيفي، فهو العطر الصيفي ده مثلا لو خد معاك فوحان ساعتين تلاتة ساعة ونص، تمام، في المشوار بتاعك الكلام ده كله، فهو كده قد الغرض بتاعه. لكن لو انت بقى رايح مناسبة حلوة كده، فرح، خطوبة، مش عارف ايه الكلام ده كله، لا طبعا انت يا باشا هات بقى عطر كده زي عود ساتن، عود مراكوجا، اومبر ليزر، البرفان بتاع اومبر نومات. حلو. ده كده يخش كده يغربل الناس كلها، بحيث انك انت تبقى الريحه كلها طول الوقت مشمومه. لكن فهي الفكره كلها في ايه؟ ان واجب على القائمين بالصناعه او اللي بيتكلموا في موضوع العطور او في الكلام ده كله، ماشي اوكي تمام كويس ان احنا بنوجه الناس ان هو اشتري العطر ده وحب العطر ده والعطر ده جميل، بس اديهم نوع من انواع الثقافه. حلو. تمام. بحيث ان اولا هتسهل علينا كمان، ان بمعنى ان انا مثلا رايح الشغل، يبقى برادا لوم، اليسيوم، افترنون سويم، ليمون ستي، العطور اللي هي تبقى بتاعه المواقف دي. رايح البحر، باسيفيك تشيل، جاد اوف فاير، انت اصلا الحاجات دي كلها. يعني انت شايف ان تغيير الثقافه العطريه مسؤوليه الانفلونسرز ولا مسؤوليه البراندات نفسها اصلا؟ طبعا مسؤولية البراندات، وبرضو بشكل كبير الناس يعني المؤثرة يعني. يعني وارد البلوجرز او الانفلونسرز اللي موجودين في الكوميونتي ده، مم. وارد يبوظوا ثقافه او يصححوها. وارد طبعا. وارد طبعا. تكوين. اللي هو انا اهم حاجه الاداء وكده. طيب مم. انت ايه اسوأ ثقافه اصلا شايفها موجوده في مستخدمين العطور؟ آه ان هو ممكن يكون بيحكم على العطر اول ما يشمه مثلا، او ما امم. بيدلوش فرصة، او ما بيعرفش، او هو مش عارف هو داخل على ايه. طب انت اصلا بتحكم على العطر ازاي؟ من ناحية ايه؟ يعني من ناحيتين، هنقول الاول كمستخدم. انت راجل مم. مستخدم ايام بقى الاستخدام وكده، مم. فانت جالك برفيوم او حتى جالك دلوقتي من براند تاني، ازاي بتقدر تحكم عليه ان هو كويس ولا مش كويس، مناسب ولا مش مناسب، كواليتي ولا مش كواليتي؟ انت بتتكلم كعطر ولا كزيت؟ كزيت لا، عطري. خلينا كعطور جاهزة اللي هو بقى للمستخدم. والله بص، أنا كأحمد يعني، لو حسيت ان العطر اداني نوع من انواع السعادة، او غير لي مودي، حلو. ده كده تمام، انت بغض كده النظر بتاعي. عن الاداء والسعر لا وكده. بالظبط. بغض النظر عن الموضوع ده، وفي نفس الوقت انا يعني انا عندي فلسفة شوية في موضوع العطور ده، ان انا يعني عاطفي شوية في موضوع العطور. بمعنى ان انا ممكن مثلا سافرت مكان وانا عارف ان انا هتبسط في المكان ده، خلاص انا بخصص له العطر ده وما استخدموش تاني. حلو. اما سافرت الحمد لله ربنا يعني من عليا ورحت عمرة، في عطور انا استخدمتها هناك، انا العطور دي مش هستخدمها تاني ليه؟ ان غير لما اروح عمرة تاني شاء الله. يعني باذن الله. يعني خلاص، هو انا بالنسبه لي اما ببقى عارف اللي هو عارف، هو كان استاذ احمد سمير الله يمسيه بالخير يعني،
كان ليه جملة بحبها وبيقول لك العطور دي مخزون الذكريات. فالفكرة كلها انك انت مثلا اما تيجي ترتدي عطر، هو بيرجعك فورا للحالة اللي انت فيها، او للاحساس اللي انت كنت فيه، فاهم؟ تحس ان هو عبارة عن زي كأنه عامل زي آلة زمن بترجعك للحالة دي. ف انا بحب اعيش الحالة دي دايما، فبحب ان انا اخصص لكل عطر الحالة بتاعته. حلو جدا. فانا بالنسبه لي العطر لو سبب لي نوع من انواع السعاده وبسطني وريحني نفسيا، تمام. مع اعتبار ان في عطور، لا انا اما ارتديتها في اول مره لا استغربتها، بس بعد كده حبيتها جدا يعني. حلو جدا. م. طيب، معيار بقى الاختبار او القياس بتاعك م. كراجل بتاع اوبريشن او م. بتاع عندك براند عموما يعني، تمام. للزيت بقى اللي جاي لك م. والكحول، م. وعلى اي اساس انت بتقدر تتست ده يعني؟ انت ايه اللي خلاك حكمت ان البرفيوم ده اصلا نقي او مش نقي، او يعني او هتشوف منه اداء او مش هتشوف يعني؟ تمام. يعني واحد دلوقتي من اللي بيشوفونا عايز يعمل براند عطور، م. امكانياته كده كده على قده، فراح واخد نفسه ونازل مثلا الجامع الاحمر، م. فدخل لقي مورد واتنين وتلاته وعشرة، م. سأل على برفيوم مثلا سبايس بومب اكستريم، فالقيه موجود هنا وهنا وهنا، وده بيقول له باكس، وده باكس ونص، وده باتنين اكس. تمام. هيتستوا ازاي يعني؟ وخصوصا ان هو محتاج يشتري مثلا دلوقتي، لو يعني في ناس ما بتاخدش سامبلز مثلا، او ممكن الشاب اللي واقف في محل هناك اصلا رخم عليك، قالك لا ما فيش سامبلز والله الدنيا مضغوطه وانا مش فاضي. فهو دلوقتي عايز ياخد قرار، شاف 3 4 عينات وكلهم باسعار متفاوته، كلهم ممكن يبقوا قريبين من نفس الرينج بتاع السعر، م. بس يعني فازاي يقدر يحكم عليها؟ او انت لو انت حطيت في الموقف ده بتحكم عليها ازاي؟ او جالك من شركة مثلا 3 4 سامبلز، بتحكم عليهم ازاي؟ تمام. بص، هو مبدئيا نرجع للشاب ده. تمام. الفكره كلها في ايه؟ انت لازم تستثمر في نفسك. تمام. فالفكره كلها في ايه؟ انك انت تشتري، لو قادر انك انت تشتري العينة دي وتجرب، وتشتري عينة كبيرة، يعني مش تشتري حاجة، لا تشتري عينة كبيرة، انك انت تعمل ازازة خاصة بيك او الكلام ده كله، وانك انت تجرب العطر وتعيش معاه وتشوف الحالة اللي بيعملها لك والاداء والنقاء والكلام ده كله. وبعد كده تشوف تحكم بقى هل البرفيوم ده هل هيخش عندك ولا لا. فده شيء مهم جدا، لان الاستثمار، انت بتستثمر في نفسك وبتستثمر في خبرتك وبتستثمر في شغلك اللي هيجي في المستقبل. فده شيء مهم. بالنسبة لمعيار اختيار العطر، اول حاجة زي ما قلت لك ان طبعا النقاء. انا بعرف موضوع النقاء ده ازاي، او ليا انا تجربة ازاي. ان بيبقى فيه تدرج في العطر بيبان. تمام. بيبان في الافتتاحية بتاعته، في الميدل نوت، في الدراي داون، الكلام ده كله. في نفس الوقت عايز اقول لك على حاجة، انت بتحس مثلا، عارف بالظبط ايه؟ زي فكرة دايما بقولها، يعني زي فكرة عارف انت شربت طبعا ليمون بالنعناع بالسيرم، حلو. غير الليمون بالنعناع الفريش. حلو. ده بيبقى ليه ريحة وده بيبقى ليه ريحة. بحس ان معدل النقاء يعني، تحس انك انت شامم النوتة بجد، يعني انت فاهم، شامم السترس شاممها بجد، الليمون شامه بجد، البرتقال شامه بجد كده يعني. حلو. بس خد انت فرق. مش متفق معايا في الكلام انت ما هو تقريبا. لا، هو مش حكايه اتفاق، على قد ما انت كده برضو مم. رميتها في حجر الشخص اللي مم. هيشتغل، اللي هو ايه، برضو الموضوع مرتبط بالسنس بتاعتك وبحاسه الشم ما اصل هو وبقناعاتك. خد بالك، هي موهبه في اه الاول يعني وفي الاخر، موهبه بالظبط. وانت بتنميها برضو. بص عايز اقول لك على حاجه يا محمود، ما هو احنا برضو مش من يوم وليله انت كده سلام عليكم انت بقيت خبير حلو. يعني احنا كلنا بنجتهد، وكل يوم انت بتدرب مناخيرك. انت ماشي. فاهم؟ انت اما رحت الجيم اول يوم، غير بعد سنتين ثلاثه، مناخيرك بتقدر ان هي تميز. تمام. فهو الموضوع برضو بيبقى محتاج ممارسه بشكل كبير، فهو يعني. معانا حد كريتيف دايركتور مم. عايش بره مصر يعني، في كوريا وكده. مم. انت عارف طبعا الكوريين متميزين اصلا في السميلز الناعمه، ما شاء الله. النقيه الخفيفه يعني. هو اصلا هناك درجه الحراره بتبقى 30 تحت الصفر مثلا، تمام. فلقطه ان انت تزعج اللي جنبك بريحه دي بتبقى مصيبه يعني. المصريين لو راحوا هناك يعني في سامبلز بتروح مثلا من سيفيلا او اوربيس هناك ما شاء الله. بتقول لي جوزي اول ما يشوف السامبلز بتاعي يكون بيقلق. القنابل موقوته. اه. فهم ذوقيا الناس هناك، حسب الكلام اللي جالي يعني، الناس هناك بتعتمد على الشاور والكريمز واللوشنز اوكي. والحاجات دي، وده بيبقى كفيل في الشتاء ان هو
يسمع. مم. فدايما كده كل فتره بلاقي سامبلز كده اتبعتت لي، خد يا مم. ابني نظف مش عايز اقول ايوه اللفظ اللي في ايوه مناخينك. ايوه 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 ان شاء الله. ده فعلا بيتقال. فهي اه. الفكره ان انت زي ما قلت هي موهبه، وان انت فعلا محتاج ان انت تتست وتجرب، مم. والموضوع مش بين يوم وليله. مم. في ناس فعلا لسه مبتدئه ممكن يروح يجيب حاجه محاكاه من كذا براند يحس ان مفيش فرق، مم. وممكن يجيب محاكاه واوريجينال ويحس ان مفيش فرق. مم. وهنا بقى بتلاقي الجاب الواسعه قوي بين الشخص يقول لك مستحيل المحاكاه تقرب من الاوريجينال، وشخص تاني يقول لك لا ده انا شايف تطابق فوق ال 95%. مم. وللاسف الناس هتقابلها هنا في السوق بسبب ايه بقى؟ ان الحكم بين براند وبراند، مم. انا ما بقولش العميل ده جهل العميل، يعني العميل على قد جهله على قد ما يحكم. مم. تخيل هو يقول فلان على فكره انا اخدت منكم الكسندريا 2 انا جبتها من ميزون عبد الرحمن احسن منكم 100 مره، حضرتك قست على اساس ايه؟ لا هي عجبتني، مم. هي عجبتني اكتر او انا شاممها اكتر. طب حضرتك جربت الاوريجينال؟ لا والله يعني مم. 10 مللي مش عارف ب 1000 وكام ولا ب 2000 جنيه. طب حضرتك لا، طب كذا كذا كذا. ايوه وارد النسخه اللي عجباه تبقى تطابقها اصلا تحت ال 60%، ايوه. والنسخه اللي مش عاجباه هي النسخه اللي فوق ال هي 90%. كده كده موضوع معيار شخصي يعني بشكل كبير. ما هو معيار شخصي، ما هنا بقى التحدي اللي في السوق. مم. انا في الاول وفي الاخر تخصصي محاكاه، فانا بحكي عطور. في الغالب الاول على فكره المحاكاه كانت لما انا بدات بقى 2018 مم. وكنا براندين ثلاثه، كانت المحاكاه مقدمه للناس اللي بتجيب اوريجينال. مم. فالتحدي بين الثلاث براندات ان العميل اللي عنده الاوريجينال بالفعل وشايفه مش رخيص او مش عايز يفضل يرش منه صبح وليل، تمام عايز يشوف بديل. انا رايح مناسبه رسميه هستخدم الاوريجينال، تمام نازل اصلي رايح مشوار اجيب حاجه من سوبر ماركت او حاجه هستخدم البديل. تمام. بس ما تفصلنيش، يعني ايه؟ يعني اديني تطابق فعلا اشوف ان لا انا واخد فعلا تطابق فوق 90 95%، فمش حاسس بفرق، فهفضل يونيك، هفضل شامم نفس الريحه، تمام هفضل مستمتع تمام وهكذا. فانت كنت السباق ان انت تحاكي للراجل بتاع الاوريجينال. تمام. انت دلوقتي اصلا بقيت بتحكي لكل الناس. بص مم. كميزون عبد الرحمن مم. انا لسه ده التارجت بتاعي برضه، بس عايز اقول الاوريجينال لك اللي هو مثلا الاوريجينال حلو. لغايه دلوقتي، وفي ماشي. نفس الوقت وهيفضل ان شاء الله يعني طول الوقت. البوينت في ايه ان حتى لو جه عميل في النص، لو جه عميل في النص اللي هو اصلا ما شمش الاوريجينال، فلا انا برضو ده انا يعني مركز معاه برضو، انت فاهم، بحيث ان هو برضو يكون اوكي، هو ممكن ما يكونش شم الاوريجينال بس يتبسط بالعطر. وحتى اما يشم الاوريجينال باذن الله اما ربنا يرزقه كده ويقدر ان هو يشتري الاوريجينال، يقول لك اه لا ده انا عندي فعلا الاوريجينال وعندي البديل، بحيث ان انا يكون العطر بتاعي مرجع للعطر الاصلي. بمعنى ان هو بنحاول ان احنا نعمل الحاجه دي، بمعنى ان هو مثلا انا والله جبت هابسكس محاكاة من عندنا مثلا، طيب انا عجبني الريحة، عجبني الريحة، فانا ممكن ان انا اتشجع وان انا اروح اشتري العطر الاصلي، فيجي يشتري العطر الاصلي يقول لك ايه ده، مفيش فرق وبتاع، مفيش فرق كبير والكلام ده كله. ده ماركتنج في الاول فبحيث وفي ان الاخر. هو يكون آم، يكون العطر بتاعنا بديل ناجح للعطر الاصلي، بحيث ان هو يستخدمه كديلي يوز. اليزيوم مثلا، مم. اليزيوم انت عارف سعرها معدي ال20,000. حلو. تمام. اليزيوم ده كان واحد من اصعب العطور، او كان بالنسبه لي كان تحدي يعني، لان العطر ده معروف بنقائه وادائه بربع ساعه. الحمد لله الحمد لله بفضل الله احنا عاملينه بنقاء عالي وبجوده عاليه واداء محترم جدا. طيب سؤال كمان يا احمد، لو رجع بيك الزمن هتبدأ نفس الشغلانة؟ اه ليه بقى؟ مليار مره. حاجه انا بحبها لقيت فيها الشغف بتاعي بصراحه. بص، اي بيزنس بيبقى قايم انك انت تكسب فيه وكل حاجه، بس الفكره انك انت بتعمل الحاجه اللي انت بتحبها، بتعمل الحاجه اللي بتبسطك، الكلام ده كله. ويعني كمان الحمد لله يعني بتدر عليا عائد مادي كويس، الحمد لله معيشني كويس الحمد لله. طيب لو رجع بيك الزمن برضه هتبدأ منين؟ وايه الأخطاء اللي انت عملتها في البداية او المشاكل اللي انت شايف ان انت ما تعاملتش معاها بشكل صح، او لو اتعاملت معاها بشكل مختلف كانت هتفرق؟ بص هو باختصار يوم ما ابتديت اعمل حاجه اسمها البراند اويرنس في ميزون عبد الرحمن، في انفلونسر كتير قوي اتكلموا عن البراند. كان في صراحة ناس كان ليهم تأثير، وكان في ناس تأثيرهم ما كانش يعني ما كانش هو ده اللي انا كنت مستنيه يعني. فحسيت ان انا يمكن
سرعت. اتسرعت. كان حلو. المفروض ادرس الموضوع اكتر من كده. بس هو في الغالب اي حد بيبدأ براند هو فعلا بيبقى عايز الموضوع يجري بشكل اسرع. بالظبط. وحاجة تانية برضو خاصة بقى بموضوع البراندنج والكلام ده كله، دي حاجة انا اتعلمتها مع الوقت. حتة موضوع الكالر باليت، الامور دي كلها كان المفروض ان انا اركز فيها في الاول بشكل كبير. لان بص، هو انا الفكرة كلها ان انا ركزت اكتر على المنتج وعلى جودة المنتج بشكل كبير، والحمد لله ده فادني دلوقتي برضو وكل حاجة. بس كان في برضه حاجات كان لازم اخد بالي منها، بس دي ابتديت افهمها مع الوقت الحمد لله، وبحاول دلوقتي ان انا اطور فيها يعني بشكل كبير، ويعني في اخطاء كتير الحمد لله يعني عديناها على خير الحمد حلو لله. جدا. يعني النصيحة ان الناس تلتزم بدايركشن معين، بالظبط. والجزء بتاع البراندنج يهتموا بيه مهم جدا جدا كل جدا جدا تفاصيله جدا. طالما انت قادر. يعني عشان في ناس ممكن بالظبط تبقى لسه، بس البراندنج دلوقتي بقى حاجة مش رفاهية، تعتبر أساسية يعني. خالص. وعايز اقول لك ان هو استثمار اصلا في البراند، لان انت كده كده هتعمله. حلو يعني جدا. انت حتى لو بعد لو انت بتبيع كل يوم مفيش اي مشكلة، بس موضوع البراندنج ده هو كان في يعني حد، يعني انت عارفه، استاذ اسامه الفوتوغرافر، مم. كان عنده حاجه عجبتني قوي. قال لو انت شفت الصوره، تمام، الفكره كلها في ايه؟ الذكاء او البراندنج، الشطاره انك انت اول ما تشوف الصوره من غير ما تشوف اللوجو تعرف مين، تعرف ايه البراند ده. فهو حلو ده جدا. البراند ايدنتي، اللي هو الهويه بتاعت البراند نفسه. حلو جدا. بس شايف ان هي تفرق في سوق العطور عموما؟ طبعا بشكل كبير لازم يكون ليك البصمه خاصه بيك، فاهم؟ طيب برضو لو رجع بيك الزمن هتبدأ منين؟ هتبدأ نفس البداية ولا ممكن حاجة تختصر عليك هوزع. الطريق؟ لا كنت هبتدي برضو نفس البدايه بصراحه، بس كان ممكن ان انا مثلا، عايز اقول لك ان انا ابتديت بعطور كتيره، كان ممكن اقلل العطور دي شويه. نصيحتك ده النصيحة حقيقي ده دي حقيقي ده حقيقي، حصل فتح حصل المنتجات حصل حصل ان بيلم. انا كنت كان حرفيا كل عطر كنت بشمه كنت بجيب هاتولي هاتولي الموضوع ده هاتولي. للأسف احنا اه اتكلمنا فيه في البودكاست بتاع الاي بالظبط كوميرس، في لقطة ان بالظبط انت ده بيحول بعض المنتجات عندك لديد بالظبط ستوك، حاجة محطوطة على الرف واخدة مساحة بالظبط تصرف عليها بالظبط. فلوسها نايمة. فالوضع ده اصلا ده مش يعني كونسبت ان الناس بتقول لك مم. الفلوس قعدتها بخسارة وحطها في بضاعة احسن. اه انا دايما ما بشوفش ان بص، هو ده صح في 100%. اختصار، هو انا سافرت وكنت بتعامل مع لاب معين، فلما كنت كل لما اشم حاجه كانت تعجبني. حلو. ف دي قفا في السوق. انا جه اه عليا وقت سيفيلا كان فيها آه. حوالي 200 منتج، ما يلا الله دلوقتي يكون في تقريبا عونك 10 الله يعني. يكون في عونك ده. اه والله. وهو ده يعني ده اللي انا هحاول اعمله في ميزون عبد الرحمن قريب. في عطول للاسف هتتقطع قريب، ما تزعلوش مننا بقى عشان الفكره كلها ان وقتها اما فعلا كنت بشم عطور بقول دي تحفه مش عارف ايه، هات 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 هات، فاهم؟ ففي الاول بقى صرفت فلوس كتيرة قوي، وانت عارف الناس دي بيبقى لها كميات معينة، فانت لازم تجيب الكميات معينة دي. فهي تعبتني شوية ان انا جبت كميات كبيرة قوي، فهي طبعا. الحمد لله اتباعت، بس بعدين يعني يعني الناس في ابتدت حاجات تعرف. كان قرارها غلط وقعدت فترة مش اه قليلة. طبعا اه طبعا اه طبعا اه طيب طبعا. يبقى النصيحة دي بتترجم في ان احنا محتاجين ان احنا نتريث في جدا اختيار يا المنتج، لهوي قد كده. ومش بذوقنا، مش بان احنا شايفين صح المنتج صح. كويس فيلا طب بينا. والله، طب احكي لك على حاجة. احكي. كان عندي برفيوم او الزيت بتاعه كان موجود، فالمهم انا ايه، كل شوية ايه ابص كده للزيت، خليه يا عم ما تدخلوش دلوقتي، ما تدخلوش دلوقتي. وانا ما كنت يعني جبته كده. ف وكان في عندي اولويات لعطور تانية، اقول لا هي دي اللي هتبيع، هي دي. اول ما اتحط على الويب سايت، والله العظيم يا محمود، انا ولا حتى شغلت عليه كامبين، ولا حتى طلعت اتكلمت عليه، ولا اي حاجه، بفضل الله الحمد لله اتباع. وعايز اقول لك ان احنا جبنا منه باتش واثنين وثلاثة واربعة، ده ولسه الباتش النوع ده ايه؟ الاولاني. ايه؟ النوع ده ايه؟ كان ليتون اكسكلوسيف. حلو جدا. كان ليتون اكسكلوسيف كان ليتون سبحان الله ما اكسكلوسيف. بحبوش. ولا انا ولا انا الصراحه، ولا انا. بس الحمد لله يعني انا عايز اقول لك ان الشباب وهم مثلا مجرد مثلا بيعملوا تيست الاوتومايزر، حرفيا انا ببقى ممكن في اوضه تانية ولا حاجه بيملى الاوضه حلو جدا. بشكل، فاهم؟ فهو انا اول ما نزل، لا الحمد لله لقيته ايه. وعايز اقول لك ان في حاجات من ديسمبر 2024 متعتقه تعتيق، ما اقولكوش حاجه، ولا ولسه ما طلعتش. سنة ونص. يعني عطور عندي فلوس يعني برضو اتكلمنا في ان بالظبط هي
خسرانه. فلوس كتير، فقعدت الفلوس في البضاعه مش فلوس كل حاجه ممكن تجي لها فلوس وقتها كتير، والكلام ده. فلوس بس كتير. تخيل الفلوس دي لو اتحطت في برودكت راس بالظبط ماله ضار مره واثنين بالظبط وثلاثه يعني انت جابت فاهم. لك. انت لو عندك عطر يعني بيبيع كل يوم يا باشا، عيش عليه، فاهم؟ يبقى لازم يكون عندك زي حاجة كده، زي حصان اسود بتبيعه كل يوم، فاهم؟ لان هو ده اللي هيجيب لك كذا فلوس. حصان اسود، كذا حصان حصان اسود، اسود كذا حصان ده اسود. انا بشوفها فيها خطوره. لو انت مم. عندك منتج وينر في البراند فضلت مركز معاه، مم. دي مشكله. صح. وبرضه في البوت كامب اتكلمنا في نقطه كنت حتى كلمتك فيها، ان مم. انت بتحتاج في اوقات ان انت تموت منتج وينر عندك بمرور الوقت، ولازم تستغله وهو في البيك اه. وتدخل لك منه كاش فلو وبروفيت كويس، مم. ان انت تبدا تجهز وتست وتحط على التراك منتج واثنين وثلاثه بدله، لدرجه ان انت بتيجي في وقت تيجي ناطط من المركب. ليه؟ المنتج ده ممكن يبقى خلاص بيتهرس في السوق وهو هيوصل لمرحله الديكلاين خلاص. فلو بدات او كملت في المرحله دي وانت لسه بتقاوم، ما هيبقاش عندك رفاهيه ان انت في الكاش فلو كده هتلاقي كل الكوستس بتاعلى عليك، مش هيبقى عندك رفاهيه ان انت اصلا تتست على منتج تاني. صح وممكن البراند يموت صح. فيها. هو كان حصل بص انا عملت نفس الفكره كده يعني شويه، بس كان في ديور اون بارفام. حلو. ديور اون بارفام الناس الحمد لله شمته في معرض بتاع العطور اللي اتعمل في يناير اللي فات. الحمد لله اتجننوا بيه. و... وانا كنت مسميه discontinued legend، حلو. الاسطوره المنقطعه. ودي كان حاجه لازم ندي الكريدت للاستاذ محمد مصطفى بيومي يا باجيو، كان هو اللي اقترح عليا الاسم ده يعني. حلو. فالحمد لله البرفيوم كان نجح ونجح بشكل كبير وكل حاجه. فانا حسيت ان البرفيوم ده لا لازم اقطعه، بحيث ان هو يبقى حاجه كده، يبقى اسطوره كده في البراند، الناس تفضل تسال عليه والكلام ده كله. ورغم والله ان هو كان فعلا كان بيبيع، بس قلت لا ده انا هوقفه. حلو جدا. هحاول ان انا اركز على حاجات تانية يعني. حلو جدا. طيب خلينا نسال بقى سؤال كده يفيد مم. الناس اللي بتسمعنا. لو انا هبدا ببادجت، انا طبعا ممكن اقول لك اقل بادجت ممكن نبدا بيها كام، ودي بقى وجهات النظر هتختلف، واحد هيقول 10، اكيد واحد هيقول اه. 50، واحد هيقول 100. بس انا عموما خلاص حسب اموري قدرت ان انا اوفر بادجت مش كبيره، وقررت ان انا اعمل براند عطور. مم. ابدا منين؟ وايه الحاجات اللي اركز فيها؟ وانزل اجيب منين؟ اوكي. أم... كبادجت انت ممكن تبتدي ب 2000 جنيه. حلو. دي مفاجأة بقى ولا 2000 جنيه؟ ماشي. ممكن تبتدي بالطريقة دي، اللي هو انت هتجيب ازازة شكلها حلو. تمام، ماشي. سيبك بقى طبعا، انسى بقى موضوع الباكج والسلفنة والكلام. انت هتجيب ازازة شكلها حلو. تمام. هتجيب يعني ايا كان بقى الطريقة اللي انت هتنزل بقى، تنزل شوف الشارع بتاع الجامع الأحمر فيه شوية حاجات ممتازة الصراحة. ممكن تجيب حاجات صغيرة، وتبتدي انك انت تكسرها بكحول. وانك انت بقى تبتدي تبيع للي حواليك بقى، اصحابك، قرايبك، اهلك، مش عارف ايه الكلام ده كله، واحده واحده كده انك انت تبتدي حتى انك انت تبتدي تطور من نفسك فيما بعد. تبتدي بقى تجيب كمية أكبر، تجيب كرتونة إزاز أكتر، تجيب مثلا ربنا يكرمك تجيب بعد كده ربع كيلو، نص كيلو، كيلو. ربنا يكرمك أكتر إنك أنت تجيب الباتشات بتاعتك وتبقى من بره، بحيث إن الموضوع يبقى موضوع عندك مميز، تحس إن البرفيوم بتاعك بيبقى فيه كده خلطة معينة مش موجودة عند حد. إنك أنت تحاول إنك أنت تكون مميز نفسك. يعني كده. طيب ابدا بيها ازاي؟ اول مثلا 50 او 100 عميل ممكن اعرف اجيبهم ازاي؟ هتفرق بقى في البادجت هنا ولا لا؟ كأونلاين ولا؟ يعني امتى افضل نصيحة ان انا افضل شغال اوفلاين، وامتى لا والله انت عندك ابيليتي تدخل اونلاين فيلا؟ بص انا عايز اقول لك على حاجه، انا الفكره كلها مؤمن ان العطور دي دعايه ماشيه على الارض. حلو. تمام. الفكره كلها في ايه؟ طول ما انت ماشي فانت فواح، فانت هتجيب ده وهتجيب ده، الناس كلها هتسال البرفيوم ده انت جبته منين والكلام ده كله. فانا الفكره كلها ان انا شايف انك انت لو انت ابتديت براس مال فرضا 2000 جنيه يعني، تمام، اللي هو جبت مثلا 15 ازازه مليتهم بزيت، حتى تشتغل بنوع او نوعين والكلام ده كله، تبتدي تبيع والكلام ده كله. الفلوس اللي هتجيلك اوعى تصرف فيها بقى انك انت تدلع على نفسك بقى تروح تشتري موبايل ولا لابتوب. لا لا، ده الفلوس دي تبتدي انك انت ايه، تجيب بيها تكبر الموضوع اكتر. تبتدي انك انت تفكر بقى في، نرجع لموضوع البراندنج، انك انت تفكر انك انت تعمل ويب سايت.
تبتدي انك انت تدرب نفسك انك انت تشم عطور اكتر، تشم عطور اوريجينال كتير. في برضو الشباب على الجروبات بيعملوا قعدات عطرية بحيث انك انت تشم برضو العطور الاوريجينال، تعرف الاتجاه ده بيبقى رايح العطر ده عامل ازاي، الكلام ده كله. تتفرج على المراجعين العطور بيتكلموا على العطور الاوريجينال ازاي والكلام ده كله، وتجرب وهكذا وهكذا وهكذا. فالفكرة كلها اول حاجة انك انت تعمل براندنج محترم بشكل لوجو، بشكل لوجو محترم يعبر عن الفلسفة اللي انت عايز تعملها في البراند عندك، انت عايز تبيع لمين، الامور دي كلها. تاني حاجة يكون عندك ويب سايت يكون سهل التعامل عليه، الامور دي كلها. تبتدي انك انت تعمل بيج، انك انت تنزل العطور بتاعتك، الشكل اللي انت عايز تظهر بيه. وفي نفس الوقت بصراحة برضو يعني يمكن حتى في الاول انت مش هتحتاج مثلا جرافيك ديزاينر او الكلام ده كله، انت الاي اي هيساعدك بشكل كبير انك انت تصور شكل الازازه بتاعتك والكلام ده كله، وتحط مكونات العطر بتاعك، الناس كلها تشوفك والامور دي كلها وكده. وفي نفس الوقت ان شاء الله ناس هتجيلك، فتبتدي بقى تعرف يعني ايه ميديا باير، بحيث ان هو يظبط لك بقى اعلان كويس على الفيسبوك ويمول لك الاعلان بتاعك وعلى الديزاين والكلام ده كله، وتبتدي حاجه حاجه. طيب حلو جدا. بس طب انا بقى عشان يعني ممكن حد يشوفنا ويشوف ان الدنيا ملعبكه قوي، واصرف على نفسك وشم اوريجينال ومراخينك ودربها مم. وكل التفاصيل دي. طب يا عم انا ما عنديش النولج، انا راجل بحب العطور ليس الا. هتفشل، يعني هتفشل طب افشل ولا رايح دماغي اه واروح اصنع عند الغير؟ لا، افشل وافشل وافشل لحد ما تتعلم. انا انا واحد شايف كده. ممكن فشل ويوقف وخلاص. لا كان لا، ما كنت بس عايز اقول لك على حاجه، الفكره كلها في ايه، هو انت هو ما احنا كلنا يعني تعبنا في الاول واتبهدلنا في الاول وحصل حوارات كتير وخسرنا وخسرنا وكسبنا وبعد كده يعني الموضوع كله سلمة. الفكره كلها ممكن تصنع عند الغير، اوكي تمام، بس عايز اقول لك على حاجه، ما هو برضو في الاول وفي الاخر لو انت برضو مش فاهم في الشغلانه قوي فانت هتفضل تحت رحمته، مم. تحت رحمة الشخص ده أوي. إلا إذا بقى هو كان بيتقي ربنا فيك إن هو بقى أنت أو مثلا بيقول لك كل حاجة بتتعمل إزاي والكلام ده كله، لا ويديك السر بتاعه. هو في الغالب، ما هو بص، انت عندك التصنيع عند الغير بيشمل حاجه من اتنين: مم. يا وايت ليبل يا برايفت ليبل. مم. برايفت ليبل، انت راجل هتروح، طبعا ده لازم بقى يبقى الشخص فاهم. مم. انا كل الفكره ان انا ما عنديش مكان، ما عنديش امانه، ما عنديش اي حاجه، مش عايز ادخل في الهيدك وفي الصداع وفي الصداع ده. مم. فبرايفت ليبل يبقى انا هروح، انت عندك ازاز هختار ازازه، انت عندك زيوت هختار زيوت، انت عندك كحول معين هختار نوع معين. انا اللي هقول لك والله صنع لي بالشكل الفلاني بنسب بقى 15 20 25 30 ايا كان. اللوجو هتديهوله، هتروح توفر الليبل، انت اللي بتختار كل حاجه كاستمايزد في العبوه وهكذا. ده برايفت ليبل، ده في الغالب هيبقى مناسب من وجهة نظر اللي الناس اللي معاها بادجت محترمه. أيوة يعني طبعا انا رايح، طبعا. انت رايح تقول لواحد صنع لي حاجه فروم سكراتش، هو هيقول لك مينيمم مثلا 1000 ازازه. أيوة فاهم فاهم. تمام. لكن في الوايت ليبل، الوايت ليبل ده انا هروح لاحمد، أيوة. اقول له بص يا احمد، انت الازازه بتاعتك عجباني واللي جواها عجبني، انا عايزك تديها لي بس من غير الاستيكر بتاعها، انا احط ستيكر واحطها في علبتي او في شنطتي او ايا كان. بص عايز اقول لك على حاجه، هو احنا في زور عبد الرحمن اوريدي عملنا حاجه زي كده، عملنا لكتير يعني. انا صنعت ايه لناس كتير، ومثلا اروح انا اعمل له العلبه او اعمل له الازازه، وبعدين طيب ما هو الفكره. واحد بقى بالشكل ده انت اكيد مش هتديله هي بتتعمل ازاي. ما اكيد طبعا، بس عايز اقول لك على حاجه برضو، انا بفضل ان الانسان لو هو بقى خلاص يعني هو فعلا مجنون بالعالم ده وهو عايز يخش بقى العالم ده والكلام ده كله، لا هو يتعلم بنفسه. شايف مم. كده يعني، انت فاهم. لكن لو حد بقى هو اوريدي يا باشا انا عايز باتش من طب العطر برضه ده، لا تمام. يتعلم ازاي التصنيع، يعني ازاي يعمل ازازة برفيوم؟ هل مثلا يروح يشتغل، ينزل في طريقة يتعلم في حاجة، يروح ياخد فيها كورس؟ يعني ما اعتقدش ان في كورسات الحاجات دي، بس اليوتيوب ما خلاش يعني، اليوتيوب ما خلاش. وبعدين عايز اقول لك على حاجه برضو، هو برضو الفكره كلها في ايه، ان بيبقى كل واحد وبتبقى ليه وجهة نظره في العطر ده وفي نسب العطر ده، ان انا ازود هنا، لا انا شايف ان دي مثلا هي حلوه كده. في مره والله عميل كنت بصنع له، فكان في برفيوم هو قال لي لا احنا عايزين نزود تركيزه. فانا قلت له لا هتبقى صعبه قوي يعني، هتبقى، وهو كان عطر صيفي بالمناسبه يعني. وكان من ضمن النوتات بتاعته مانجا. ف انا قلت له النسبه دي هي افضل نسبه ان انت تقدر تشتغل بيها بناء على تجربتي الشخصيه حلو. مع العطر ده. فقال لا انا ايه عايزك تزوده له. قلت له يا باشا ولا هتزعل، قلت له بس قبل ما نعمل الباتش كامل خلينا هعمل لك ازازه بالنسبه دي وشوف.
اه كانت صعبه، مم. بص يعني. بس هو وافق عليها في الاخر ولا لا؟ لا رفضها. طب الحمد لله، رفضها يعني الحمد الراجل ده لله. بيفهم خلاص. لا انا قلت له بص. وده اهميه التستنج اه قلت له والسيرفايس. يعني، قلت له لا يعني، قلت له لا مش كده، ما تتعملش كده خالص. لان هي عارف بالظبط، عارف اما كانك عصر على نفسك مانجا. امم. هو كان البرفيوم كده، لكن السحر بتاعه والتدرج بتاعه والجمال بتاعه كل ده راح. حلو. فاهم؟ فهو الموضوع ده لا طبعا، موضوع النسب ده بشكل يعني مهم جدا. فاللي انا عايز انصح اقول انك انت لو انت حابب انك انت تريح دماغك، خلاص انت بتدي لحد هو يصنع لك ويعمل لك الامور دي كلها يا باشا، مفيش اي مشكله عادي. الحاجة التانية، لو انت عايز انك انت تتعلم وانك انت تطور من نفسك وتبقى بقى، تبقى انت المصدر بتاع كل حاجة وكل حاجة تحت ايدك، فهو لا طبعا اتعلم واصرف على نفسك واتعب وجرب وشوف وانزل وروح عند المورد ده بتاع الازاز وشوف الاوتومايزر ده الفرق ما بين ده وده، وجرب استيكرات وشوف والكلام ده كله، فاهم؟ طب وهتخسر طبعا في الاول، بس مقابل كده انت بتتعلم، وفي نفس الوقت انت بيبقى عندك قاعدة تقدر انك انت تبني عليها حاجات كتير وحلول، بيبقى عندك بلان ايه وبي وسي وكل حاجة يعني. طب انا عايز اسالك سؤال، هو انا خلاص لو هبدا فعلا مم. المجال ده، يعني انا دلوقتي بقيت شايف مثلا ان في بتاع 70 80 براند موجودين وظاهرين وكله مم. شغال، الله اعلم كله بيبيع ولا لا. مم. بس هو المجال مش خلاص بقى متشبع لو دخلت بزحم في السوق وخلاص. أم، لا ما اعتقدش، ما اعتقدش. امم. ما اعتقدش ان كده كده في نفس يعني، انت لو عندك فلسفة خاصة او عندك فكرة معينة تقدر انك انت تعمل بيها، انت ممكن انت تكون سبب في تطوير الصناعة دي، محدش عارف يعني. حلو جدا. يعني طيب ممكن يعني. مم. ايه المشاكل لما اجي ابدا اللي ممكن تقابلني مع الموردين؟ هو اكبر مشكلة هتقابلها مع في القصة دي الازاز. الازاز ده اكتر مشكله هي ممكن تقابلك. الفكره كلها في ايه؟ لو انت ربنا كرمك ولقيت ازازه، اولا هتبقى غاليه مميزه، ازازه مميزه هتبقى غاليه، تمام. ثانيا هتحتاج انك انت تجيب منها كميه كبيره تامن نفسك بيها لفتره طويله قوي. حلو. لان ممكن واحد يجي يا باشا يقول لك عندك كام ازازه، 20,000 30,000 ازازه، خلاص لمهم لي. وانت ايه بقى؟ تكون انت عملت العلبه وعملت الستيكر، تمام، وصورت البراندنج بتاعك. لا، ما هو هنا بقى الشخص نفسه. بص، انا دايما بتكلم ان انت لو مم. الازازه نفسها مش عندك، ما تلعبش في اي حاجه تاني. يعني لو الازازه مش عندك ما تروحش تعمل علبه. يعني شفت اخطاء فعلا الناس، خلاص هو قرر انه ياخد الازازه دي، ايوه سال فاهم. المورد ليه عنده مثلا 20 30 الف، افتكر ان ال 20 30 الف هيقعدوا 3 سنين عنده، مثلا مع اه. انهم بيتباعوا في بيع عادي خالص. اه ما شاء الله. فبيروح يعمل فعلا 1000 علبه مثلا، ده بيبقى اقل عدد، وبيروح يجهز نفسه ويروح يشتري الازازه مم. وخلاص. مم. احنا في البدايه طبعا لما بدات كان الدنيا لسه صغيره، وكنت لازم اطلع بقى بعلبه وشكل كويس والكلام ده. مم. كان اقل عدد 1000، مم. والألف علبة كنت عشان تجيب لهم 1000 إزازة في الوقت ده كانوا بحوالي 19,000 جنيه. مم. كانت الإزازة ب 19 جنيه، ده كان رقم ساعتها. أزايز متوسط، أزايز السوق كانت 10 جنيه مثلا. مم. كانت الإزازة اللي بغطا خشب دي اللي اه. أنت عارفها. فجهزت الألف علبة، وكان عندي إزاز كان عندي تقريبا 100 وشوية. مم. وأنا فاكر إن أنا رحت جبت مرة تانية إزاز برضو كرتونتين أو ثلاثة لما دول خلصوا. ما شاء وبعد الله. كده ما لقيتش الإزازة. والله قعد بص. عندي 500 علبة، بس استخدمتهم بعد حوالي 3 سنين. بص يا محمود، يعني برضو الحق يقال، ولازم تدي برضو لكل واحد تدي الكريدت بتاعه. فكرة موضوع الاستثمار في الإزاز ده، هو دي حاجة كانت صراحة أنا اتعلمتها منك يعني، لأن أنا فاكر الفترة اللي احنا كنا شغالين فيها مع بعض، تمام، في التجمع. اه. أنا فاكر إن بسم الله ما شاء الله أنت كنت واخد دور كامل للإزاز بس. يعني يعني هنخزي أنا العين. معلش أنا آسف. بص، الازاز بقى اه البضاعه الوحيده في الصناعه بتاع العطور اللي ممكن تركب فيها فلوس، بس ده بعقل. لازم والله بس العظيم، بعقل. والله يعني برضه هات اللي يكفيك لا سنه يعني انا بص، انا في زون سنتين. عبد الرحمن يعني، انت فاهم اللي هو ايه، يعني قلت لا انا اشتريت اكبر عدد اقدر عليه في موضوع الازاز ده تخيل والله، بقى، واستلفت تخيل بقى بجد. تجيب، انا مش مع دي بس اه ماشي. لا بس تخيل، يعني تخيل تجيب الحمد لله جت ازازه، فلوس.
وتجيب منها كميه، وبعد اسبوع تلاقي ازازه اشيك في السوق. دي حصلت لي والله حصلت لي. غمض عينك. بص يعني لو عندك مريض ازاز وخلاص الازازه بقى، انت من الناس اللي بتهتم بالشكل قوي 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 قوي، لما تشتري اعمل له بلوك لمده شهرين. والله بص، هو هي تقريبا بتحصل لي تقريبا كل انا يوم، فعلا كل يوم. طب يحصل مفيش يعني ازازه بتدخل المخازن اه اللي هو ايه بيقول شوف دي. ده ايه يا عم بالظبط، انت ايه؟ فاهم. فهو انا الموضوع ده بيحصل. طب بقول لك ايه، ما تيجي نعمل حتى والله كنت يعني في بنت بتساعدني في موضوع الاستيكرات اه والبراندنج والكلام ده كله. فالمهم ايه، بعد ما احنا كان عندنا الازازه بتاعتنا المشهوره الكحل دي، اه وبعد كده غيرت الازازه اللي هي موجوده شغالين بيها. فبعد 3 شهور بعت لها ازازه كده. قالت لي هو مش بدري بقى؟ يعني مش بدري بقى ان احنا نعمل ده ريبراندنج من حقيقي. اول وجديد؟ انا في قلما تلاقي براند في السوق المصري مم. ثابت على الايدنتيتي بتاعته من فتره. اه بالمناسبه انا كنت شايف ان انها شطاره ان انت تغير. يعني احنا تقريبا سيفيلا اكتر براند ليه هيستوري في مصر في الباكينج والازاز. اه بس طبعا هو كان يعني احنا برضو دي ما كانتش مرقعه مننا، على قد مم. ما ان انت كنت بتروح تجيب الازازه بكميه، اه قبل ما بتخلصها ما بتلاقيهاش تاني. اه فانا اه بقيت سياسه عندي دلوقتي، الازازه انا ما اعرفش اشيلها كلها ما اخدهاش اه بصراحه. اه طبعا ده مش لكل الناس يعني، بس فاهم. بقت بس هو هي هو لما ربنا بيكرم وبتكبر مم. هتعرف تعمل ده. اعمله اشتري ازاز مهم وما معكش غير قرشين للزيت، مفيش يا مشكله. باشا. يعني مش الغي الزيت بس، مثلا لو انت كنت هتنزل ب10 انواع، خليهم 5 انواع، خليهم 3 انواع، ده خليهم اربع حقيقي. انواع بس الازاز ثم الازاز ثم الازاز ثم الايدنتيتي، تمام، الهوية وان بتاعتك انت والكلام ده كله، وتحاول انك ما تلعبش فيها فتره طويله. بالظبط، اللي هو يبقى انت عارف انك انت تبقى مميز. خلاص تبقى عارف ان الازازه دي بالايدنتيتي دي، خلاص ده براند سين، براند صوت كده. طب في مشاكل تانية ممكن تقابلنا مع الموردين؟ أه... لا، الحمد لله ما قابلتش. يعني هي مشكله الازاز دي اكبر مشكله. وانت لسه مشوارك طويل. اه انا مش هقول بقى نسيب الاجابه للناس اللي جايه. طب ما نتعلم منها. ربنا بص يسهل. احنا ياما شفنا مع الموردين اه بشكل مش سهل. تمام. اه شفنا بقى في حكايه الازاز، شفنا كتير حكايه البمبات فيها كتير، مم. ومشاكل البمبات بقى، وبتبقى في اوقات مرتبطه. يعني احنا ياما جبنا بامب مثلا الحلقه مش مناسبه مع البامب نفسه، اه او الحلقه طويله والبامب نفسه من جوه صغير، مم. مم. فتيجي ترش تلاقي الاوتومايزر راح نازل مم. جزء من البرفيوم سيل، او المشكله اصلا في البامب مقارنه برقبه الازازه. مم. دي مشاكل بالهبل. طبعا عندك بقى الجزء بتاع الطباعه والكواليتي كنترول في الليبلز الاستيكرات، او في الطباعه حتى على الازاز. اه دي مشاكل بالهبل. يا اما طبعنا ازاز مم. وبكميه تروح تطبع لك 3 4 5000 ازازه، مم. وتيجي وتستلم والدنيا تمام، وطبعا عند حد بروفيشنال مم. تيجي تصنع يوم ما تقول بسم الله نقطه كحول نزلت خدت ايوه اللون ونزلت. ايوه يعني احنا زمان كده ممكن انت تبقى فاكرها، كانت في ازازه احنا كنا منزلينها واخده لون من ورا ومن قدام اشبه بكيليان. ايوه الازازه دي كانت تحفه. كانت جميله احنا قعدنا نحرق فيها مثلا سنه وشويه، كميه حرص رهيب في ان مفيش نقطه كحول تنزل عشان بتتمسح. مم. والمشكله في ايه بقى، ان السبلاير ما بيشيلش الشيله. يعني ما عيب يقولكش دي صباع غلطه، ده وكده. انا لو هو يعني تعالى وهخليها ترجع على حسابي وهعيد لك طباعه. ايوه لا هو هي لسه هتيجي ونشيل ونحط ونمسح وتروح تتفق مع مورد ان انت هتحرق في زيت معين مثلا، فيقول لك خلاص تمام. يعني دي بقى بتقابلنا في سيجما، لان سيجما زيوتها ايوه فاهم. بناخدها من مصر، بنقطع سبلاي تشين على نفسنا. مم. بس انت ممكن تدير على حاجه ويقول لك انا عندي الاستوكات اللي تغطيك، مم. تشمر وتقول بسم الله وتجري، صنف خلص. مم. فدي من الحاجات الكبيره اللي بتقابلنا وما زالت بتقابلنا لحد دلوقتي. طب انا هسألك سؤال. اللي حصل في المشكله بتاعت الازاز دي، هل انت الموضوع بيتاخد في وقت قد ايه؟ يعني بمعنى انا بمعنى ان انا مثلا قررت تغيير الازازه من الازازه اللي احنا فيها دلوقتي دي للازازه اللي قبلها. انا قعدت شغال في الموضوع ده حوالي 2.5 او 3 شهور، شغال فيه. شغال في الشكل اللي هيطلع. شغال حلو. في الشكل اللي هيطلع ده. عايز اقولك ان في كذا ازازه، وكنا خلاص يعني اوكي، احنا هنشتغل بدي، وبعد كده رجعنا نغير
والكلام ده انت كله. عارف لما باجي اختار ازازه بعمل ايه؟ مم. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم بختار كام ازازه، بعد كده بختار كام غطا. مم. انا ممكن اقعد اسبوع مم. حاططهم في شنطه مم. بروح بيهم كل مكان، اقعد على مكتبي ارصهم جنب بعض اه واتخيل الطباعه او الليبل هيبقى عامل ايوه ازاي. ايوه ايوه ادخل اوضتي كده قبل ما انام وانا قاعد على السرير احطهم قدامي على التسريح. اه. ده شغل هوس. لا انا بقى بعمل ايه بصراحه، يعني انا في بنت معايا رحمه لازم اديلها الكريدت يعني. هي اصلا شغاله في الطباعه، حلو. فهي بتعمل لي بقى ايه عينات، بنقعد بقى نشتغل بقى ايه عينات ستيكر طول الوقت. حلو. انت فاهم، ونغير المقاس ونكبر المقاس ونغير اللون ومش عارف ايه والكلام ده كله، فاهم. فعملنا كمية درافتات او كمية يعني اشكال مقترحة قد كده. ففضلنا شغالين في الموضوع بشكل كبير لحد ما خلاص ان هو ده دي بالاوتومايزر. موظفه معاك ولا هي عندها بزنس؟ الاتنين. يعني هي عندها بزنس خاص. اه طب الريل دي لو نزلت حط رقمها في ماشي الكومنتات او هحط، اعمل لها حاضر منشن. حاضر اعمل لها ان شاء اعمل لها الله. من شيء. الصراحه شاطره جدا في موضوع الاستيكرات حلو. والكلام ده كله. عندها يعني بتقدم كل خدمات الطباعه، كل حلو جدا. خدمات الطباعه. وفي نفس الوقت بسم الله ما شاء الله عندها حلول لكل حاجه ان في شاء الله. موضوع الطباعه الموضوع والكلام فيه ده كله. كرياتيفيتي. انا عايز اقول لك اصلا بالظبط وانت بتختار الازازه انت لازم تبقى عارف انت هتطبع ولا بالظبط. هتعمل استيكرات او اه، كده. واللوجو بتاعك اصلا كتابه ولا مم. فيه ايكون. ايوه ايوه. وبناء عليه بقى انت تشوف اصلا الازازه دي ينفع معاها الطباعه، ينفع اه الاسم ولا ينفع اه الايكون. طب اه. الاستيكر هيتعمل ازاي، هتحط في النص مم. ولا بكورنر ولا بزاويه. الحاجات اه دي بتفرق جدا. بصراحه وممكن اه. لان انا متعود ان انا بطبع على الازاز، ممكن ازازه عجباني قوي بس ما مم. ينفعش الطباعه عليها، لازم مم. ستيكر ما رضاش استخدمها والعكس. وانا كمان من موضوع الموسوس، فتلاقيني كل شويه ايه قمت مغير الفكره، انا كنت رايح في ما انا اتجاه اقوم ما انا بقول لك عيد هو روشه نفس ولقطه ان انت الاتجاه. تقاوم نفسك بان بالظبط. انت تمشي على ايدنتيتي ثابته. اه. الموضوع صعب. بس عايز اقول لك ان اول ما الازازه دي نزلت حصل انقسام كبير بقى، اللي هو متخيل يا لهوي. القديمه احسن لا بالظبط الجديده فاهم، اللي احسن. هو ايه ما انت مش عارف ترضي مين يعني، اول بتاع مين يدخل يقول لك انتوا ازاي تغيروا مثلا وعميل تاني فيا جماعه عاش ان القديمه انتوا كان غيرتوا. ده. عايز اقول لك ان كان اما نزلنا المعرض والازاز كده كلها مرصوصه، فايه يا جماعه انتوا غيرتوا الازاز بتاعتكم ليه؟ وفي ناس فرحانه في الموضوع وكده. المهم يعني انا كانت الازازه بتاعتي كانت فينتج شويه، كانت القديمه كانت ازازه فينتج شويه بس كانت مميزه. كانت مميزه بس كان فينتج. تحس ان هي ايه بتوحي ان ان انت العطر اللي براند جوه عربي. عربي، في حين ان بالظبط. اللي ممكن يكون اللي جوه لكن هبسكس عادي. اول تمام. رياكشن جالي اول ما شفتها لما انت براند قلت لي. عربي حقيقي. بس كانت على فكره واقسم بالله كان متعوب عليها تعب. بس قلت لا انا يعني في نفس الوقت ايه برضو ان كان في فتره كده حصل طفره، ان كانت الجين زي بقى انت فاهم الكلام ده كله، خصوصا ان البنات هما بيشتروا. فكانوا دايما كان تعليقهم على الازازه ان هي يقول لك يا رجالي يا عود وعربي، وهي مش كده خالص. حلو. فحصل ان انا ابتديت اغير يعني على الشكل اللي هو الانفلونسر اللي كان بيتكلموا على العطور بتاعتنا دي. حبيت ان انا اكون شكل العطر او شكل الازازه تكون شبههم شويه وشبه الناس اللي بتشتري، حلو. مع الحفاظ على الجودة في كل حاجة من أول الأوتومايزر للغطا للليبل المحطوط. والله أنا يعني احنا بنستخدم أغلى خامة اسمها ميتلايز. مم. الخامة دي غالية جدا أصلا عن الستيكر العادي والكلام ده كله. فالمهم اتفاجئت أصلا إن البنت اللي شبه من ضمن الأشخاص أو من ضمن الدراسة اللي اتعملت عليهم قالت لي بس الإزازة القديمة كانت أحلى. يا لهوي بص صدمة بقى. طب يعني مش ده عارف. حقيقي. طب بالمناسبة بقى بخصوص الانقسامات، مم. انا برضو وانا ببدأ او لما ابدأ ايه اكبر مشاكل هتقابلني مع العملاء؟ آه، أكبر مشاكل هتقابلها مع العملاء ان ممكن يكون العطر مش مناسب معاه كريحة. ممكن يقول لك الثبات والفوحان لا مش عاجبينه. وده شيء نسبي، شيء نسبي جدا مم. جدا يعني من شخص للتاني. انت فاهم. أه بس هم دول اكتر يعني حاجة. مشكلة الذوق من الاخر. الذوق طبعا الذوق. طب انت دي مشكلة بتتعامل معاها ازاي؟ يعني انت واحد خد منتج وقال لك ده مش ذوقي، أه طبعا هو مش هيقول لك مش ذوقي، هو يقول لك البرفيوم ما فيهوش ثبات وما فيهوش فوحان مم. وريحته زي الزفت وميه وما فيهوش. فاهم انت فاهم عارف فاهم. القطط الفطسانه لازم تطلع، المشكله عارفين مش فيها في عارفين كومنت. عارفين حصل كان عندي عود مراكوجا. هي العود الأقمر يعني من أكتر العطور المميزة عندي. هو حرفيا أقسم بالله والله يا محمود ممكن يقعد في الهدوم عادي، ممكن أسبوع عادي تلاقيه في الهدوم حلو. بدون مبالغة.
واحد بيقول لي انا رشيت اكتر من 20 رشه ومش شامه، فاهم؟ فده كان بالنسبه اصلا عود مراكوجا في اي حته في الكوكب اداء حلو، بس الفكره كلها بتتكلم في جمال الريحه والنقاء والكلام ده كله. بس فهو اصلا هو عطر قوي، هو اصلا عطر قوي، امم. فاهم؟ فقال لك لا مش شامه. فانا لما قلت له لا انت رجع الازاز. طيب موضوع الاسترجاع والاستبدال والكلام ده كله احنا فاتحينه، تمام. بس بيبقى فيه شروط معينة والكلام ده كله، ان الازازة تكون راجعة. طبعا في سلفنة، بيبقى في سلفنة بتبقى اتفتحت والكلام ده كله. فده بيبقى في كوست علينا برضه، وفي نفس الوقت انت بتتكلم في البابلز اللي اترمى، بتتكلم في الفلاير، بتتكلم في تعب الشاب والكلام ده كله. فاحنا بنخصم كده مبلغ صغير مقابل الاسترجاع حلو. بس. هل في شخص او طائفة من الناس او عينة من الناس تنصحهم ان هم ما يشتغلوش في العطور؟ اه مين؟ اه لو اي حد داخل ان الموضوع سبوبة. هو طب ما ممكن اي حد يقول لك طب هو في الاول وفي الاخر بيزنس، انا داخل عشان اجيب فلوس. ماشي، ما هو انت هل انت عايز يعني تستثمر في البراند ده وتستمر، ولا انت يلا السلام عليكم عبيله واديله واديله اي حاجة وخلاص؟ ده ماشي. ما هو ما انت لو ده، لا انت كده بتبوظ سمعتك وبتبوظ سمعتنا وبتبوظ ال الشكل العام للصناعة في مصر، حلو. تمام. لان في الاول وفي الاخر هو انت حد هيشتري، تمام، هياخد ان هياخد ان دي الفكره العامه عن الناس. فانت كده ما انصحش. وهو يكون عامل مثلا البروجكت ده كله يبقى بالنسبه له هيت اند ران، تمام، عامل لي شويه فلوس هو الهيت اند ران وخلاص. اصلا اي حد يفكر يعمله في تصنيع مش في منتج بتجيبه وتبيعه، يعني هيتلسوع. بالظبط، فاهم. وفي نفس الوقت يعني انا مش شايف لو انت عندك الشغف وحابب المجال وربنا يكرمك انك انت تعمل منه فلوس وتعمل منه سمعة كويسة والكلام ده كله، اعمل فيه. لكن لو انت هتخش كده يلا حط اي حاجة، اي زيت، اي كحول، الله اعلم مصدره ايه والكلام ده كله، حط اي حاجة في ازازة بدون شكل كويس، بدون الستيكر، العلبة، الكلام ده كله، وبيع لا، طيب. حرام يعني. حلو. طب شوية بقى أسئلة عامة كده، إيه إرشادية للناس وبرضه أخد رأيك الشخصي فيها. إيه البرفيوم اللي تقول إن أي براند لازم يبدأ ما ينفعش ما يبقاش عنده؟ إجابة واحدة. اعتقد اي عطور من ال في. لازم يبقى يعني عندك عطر. لازم طبعا، يعني لانها كلها عطور ماس ابيل في نفس الوقت. قصدك على العطور الصيفي؟ عطور الصيفي. الشتوي يعني فيها يعني مخاطرة شوية. باسيفيك تشيل، ايماجينيشن، ليمونستي، سيتي اوف ستارز، كاليفورنيا دريم، الحاجات دي كلها حلو. لان عطور ماس ابيل وسهله واي حد يحبها. وفي نفس الوقت سواء كنت يعني لو فرضا لو حد لسه هيبتدي بقى، تمام، فهيلاقي منها كل الدرجات يعني. حلو جدا. طيب إيه أحسن برفيوم ممكن يكون أحمد مصطفى بيحبوه؟ بص هو سؤال صعب، بس يعني لو احنا رجعنا بالزمن 3 سنين كنت هقول لك مثلا ليتون، حلو جدا. تمام. ليتون ونكسوس الاتنين دول، حلو. تمام. لكن حاليا انا تقريبا كل يوم بحب عطر يعني. بحالة مختلفة. يعني انا كل يوم بحب عطر، فاهم؟ في نفس الوقت ايه، انا وبعدين درجة حبي للعطر بتنتهي بمجرد ما بقلع التيشيرت اللي عليه العطر خلاص. حلو جدا. هرجع له بقى تاني بعد شهر شهرين. طب إيه أكتر برفيوم أنت شايف إن عليه هايب زي اوفر وزياده عن اللزوم وما يستحقش سعره او الهايب اللي عليه؟ ممكن اتهاجم شوية على الموضوع ده، بس اعتقد دير اومنتنس. مع ان اللي انا اعرفه ان انت بتحبها. انا بحب البرفيوم ده الصراحه. لا لا بس انا ما اجيبهوش اوريجينال لا لا. عشان بحس ملوش لازمه قوي. آم، يعني مش عارف، بس انا اما حطيته ده مش هو يعني اللي هو تصنيفه احسن عطر في العالم وفي التاريخ طب اقول لك على حاجه، لو انت دلوقتي احمد لا قدر الله قرر ان هو يعمل ستوب للبراند مم. وخلاص صف البضاعه اللي عنده، مم. ايه البرفيوم اللي هتقول انا هاخد الازازه دي استخدمها طول حياتي؟ من عندي يعني. من لا برفيوم عام. خلاص انت آه آه ما هيبقاش ليك علاقه بالعطور تاني. بص، اكتر عطر ممكن استخدمه يبقى هو ده كل حاجة، هو بلودي شانيل. حلو. قولا واحدا بلودي شانيل طبعا. طبعا. ماشي. طيب ايه اكبر فرصه انت شايفها في سوق المحاكاه حاليا، او حاجه فيها جاب كده لو حد دخل
هيجيب جول، جاب في سوق المحاكاة. جاب او فرصة قوية دلوقتي. هو انا اعتقد ان هو لو جاب ازازة شكلها مميز وباكج شكله مميز ومختلف عن اللي في السوق، اعتقد ان هو يلعب هيفرق. على جزء البراندنج عموما. ده يعني هو لو انا معايا فلوس كتيرة بقى وكده اروح طبعا اشتري ازازة مختلفة مش عند اي حد. بالمناسبة دي الانجل اللي احنا بدأنا بيها اصلا سيفيلا. احنا كان اه. في اكتر من في اتنين مثلا كانوا موجودين معانا. مم. كانوا الازازة اللي هي الالوز العادية اه دي عليها ستيكر عادي وبتتباع في شنطة قماش بالظبط كده جاهزة. بالظبط. كان التارجت بتاعنا ان احنا ننزل. مم. تقريبا كان كل السبلايرز بتوعنا واحد يعني. مم. فهننزل هنجي نعمل حاجة بنفس الكواليتي واداء اقوى شوية. مم. عشان هو كان دايما يقول لك المهم النقاء ايوه. والمضمون، ونقدمها بايمج محترمه. اه فبصراحه سيبيلا بالنسبه لي كانت من اكتر الناس اللي عملت ما تطور شاء في الله سوق ما الباكينج شاء الله. شويتين. الفرصه التانية اللي انا شايف اكتر من فرصه عموما. من ضمنها ان انت تنزل ببرودكت واحد وينر. مم. من ضمنها ان انت تنزل بحاجه اوريجينال كريشن، مثلا منتج او اتنين بس وتجري بيهم. بس انت من قلت سوق ضمن المحاكاة مش الكريش. ما هو الكريشن بقى ممكن هو التطور الطبيعي لسوق المحاكاه جزء الكريشن اوكي. بصراحة. لو قدرت ان انت تحط كتف بكتف مع بعض البراندات الخليجية، لو انت معاك فلوس وتقدر ان انت تروح تجيب ولو ازازة واحدة من الصين كرييتد مخصوص ليك مولد بقى، 10-20 ألف طبعا كرييتيف بقى فعلا، مش مجرد طبعا ازازة شفافة هتفرق وتنزل طبعا بيها. هتفرق انت طبعا. هتعمل ضجة. لو انت بقى مالتي ملياردير مش مليونير عشان الموضوع ده صعب. صح. يا جماعة اللي هيقدر يعمل مصنع ازاز في مصر للعطور هيكسب مليارات ده حقيقي. بشكل بشع. سوق استهلاكي جدا، ده حقيقي. ومفيش مصنع واحد في مصر بيصنع ازازه ويا سلام بقى دافي. ايه لو تروح كده لواحد ديزاينر يعمل لك تصميم الازازة لا، ما هو ده بقى على حسب وتعمل. العميل. انا عايزك تعمل مصنع الازاز ما هقول لك يعني على دي ما الفكره. هو بص عايز اقول لك، انت تعمل هو بيعمل مصنع ازاز بيشتغل مثلا في الازاز اللي هي التقليديه. حلو. تمام. وبعد كده مثلا يبقى عنده كده حته كده او قسم خاص ان انا مثلا ان انا عندي براند وان انا عندي حته ابداعيه ان انا اصمم ازازه بالكامل بشكل الايدنتيتي بتاعي والشكل بتاعي والكلام ده كله. وهنا بقى هتبقى حاجه مختلفه طبعا. حلو جدا. فهو موضوع الازاز ده لا، موضوع الازاز ده بحر كبير للاسف. طيب حلو جدا. طب توقعاتك ايه للسوق بتاع المحاكاه خلال كام سنه الجايين؟ لا انا شايف الاندستري كل يوم بتتطور يوم عن يوم. والله اي براند مصري بيقدم جودة يمكن احسن من احسن براند خليجي. بس الفكرة كلها في ايه ان مش علينا السبوت زي ما محطوط في الخليج. ومفتوح انت لهم فاهم. ابواب اكتر الصراحه. ده اولا. ثانيا الباكج، الازازة، كل الامور دي كلها هم متهيأ لهم ظروف احسن مننا بكتير. طيب يعني انت عايز تقول ان الفتره اللي جايه فتره المحاكاه، اه وان هي اللي هتنتشر وهتاخد. باذن هي الله. بصراحه بدات تنتشر يعني. نشوف احنا باذن الله. من براندين 3 ما 4 شاء الله ما لحوالي شاء الله 7 او حاجه. ما شاء الله. وبصراحه والله يعني في الشباب كلهم عاملين شغل عالي وحاجه بصراحه. آم، يعني وفي فخر حقيقي. وفي مجهود بصراحه مبذول محدش هيقدره غير اللي شايفه والله ده للامانه. حقيقي. وخد بالك عايز اقول لك بيبقوا الناس فاكرين ان هو مجرد زيت وكحول لا لا يا رب والله يا رب. العظيم. دي صناعة انت فاهم. يعني انا عايز اقول لك على حاجة. شوف انت بتشغل كام بني ادم في الموضوع ده. انت موردين الازاز، موردين الكحول، موردين الزيوت، اللي هو مثلا السواق اللي بينقل لك الحاجة، بالظبط. الراجل اللي هو بيبيع لك ماكينة سلفنة، الحاجات بتاعت البابلز، شركات شحن. فهي صناعة كبيرة. حلو صناعة جدا. كبيرة. أنا ما أعرفش ليه الناس بتختزلها في وعبله واديله ويعني حط أي حاجة. لا الموضوع مش كده والله. يعني هو حرام إن الواحد يختزل إن الموضوع في كده. الواحد لا هو في الصناعة لا. موضوع كبير أوي. طب موضوع حلو جدا. كبير أوي. طيب ايه بقى الكبسولة كده، النصيحة اللي عايزك نصيحة من واقع تجربتك خلال الفترة اللي فاتت هتديها لواحد بدأ او لسه بيبدأ؟ آه، اول حاجه تذاكر العطور الاوريجينال بشكل كبير. انك انت تتفرج على مراجعين عطور بيتكلموا مثلا على عطر زي كريد افنتوس، على ايميجانيشن، على الكلام ده كله. ولو قدرت انك انت تجيب سامبل من العطر الاوريجينال ده، انك انت تقارنه باي عينه زيت انت هتتعامل بيها فيما بعد او هتشتغل بيها، ده هيكون شيء كويس قوي.
في نفس الوقت حاول انك انت يكون ليك بصمة مختلفة عن اي براند حواليك. حاول انك انت تدرس موضوع الماركتينج، تشوف انك انت هتطلع في التسويق هيبقى شكلك عامل ازاي، او الشكل بتاع البرودكت بتاعك هيبقى عامل ازاي. لازم يعني يوم ما تبتدي ان شاء الله انك انت تبتدي لازم يكون عندك الفكر بتاع الايدنتيتي، انك انت تعمل ايدنتيتي صح، تعمل لوجو صح، الكلام ده كله. ما تبخلش في اي حاجة في القصة دي في الاول. وما تبخلش على نفسك في حاجة، انك انت تتعلم وتجرب وتخسر، لان ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمك قدام، ومش يخذلك بعد كل التعب اللي انت عملته ان شاء الله. لنفسك يعني. ان شاء الله. طيب احنا حابين بقى نشكر كل الناس اللي ممكن تكون وصلت للدقيقة اللي احنا فيها دي، انا مش عارف. ان شاء الله ونتمنى خير. ان شاء الله، ونتمنى يعني يكون في معلومات طلعت كده في وسط بإذن الحلقة الله لأي بإذن الله حد يعني عنده براند عطور بإذن او الله. لسه بيبدأ او هيبدأ او متردد يبدأ او لا. هو السوق فعلا كويس وفي اوبورتونيتي حلوة، بس المنافسة فيه يعني شديدة حبتين، وبرضه تفاصيله كتيرة، مش صح، مجرد حقيقي حاجات حقيقي. بتخلص من البيت يعني. ولو في اي مساعدة في اي حاجة كميزون عبد الرحمن يقدر ان هو يقدمها، احنا باذن الله تحت امر يعني. الجميع. احمد بقى على السوشيال ميديا هتلاقونا عاملين له ان شاء منشن، الله بإذن الله. تقدروا تبعتوا له في اي وقت. ان شاء الله. فربنا يوفق اي حد بيبدا، وربنا يعين اي حد مم. عايز ياكل يعني بفلوس حلال، اه وربنا يقدر كل الناس. ويتقي ربنا في حاجته، ده حقيقي. وياخد باله قوي من موضوع الكحول. ما يشتغل بالكحول الطبي، يكون متأكد من الكحول الطبي. في نفس الوقت يكون يتقي الله في الناس، ويراعي ان هو بيستثمر فيه. يعني انت دلوقتي الراجل اللي بيدفع لك فلوس ده هو بيستثمر فيك، فاهم؟ فهو انت لازم تديله على قد ما تقدر من جودة، من اهتمام، من انك انت تسمع مشكلته فين تحلها له، الكلام ده كله عشان ربنا يكرمك يعني ويرزقك. باذن الله ان شاء على الله خير. بإذن الله. فنشوفكم بقى ان شاء الله في حلقه جديده في ضمن السلسله بتاعه العطور دي، وباذن الله تبقى باقي الحلقات كمان مفيده. ان شاء الله. مع السلامه. سلام.